شلون نحصل على 10 صندوق المميز بشكل مجاني؟ تابع الشرح حتى تتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعين الأحباء. قبل ما نبدأ بالشرح خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا شرحنا اليوم شلون نحصل على صندوق المميز بشكل مجاني، بس يا ريت اتمنى من عندكم تنطوني لايك وتشتركوا بالقناة فضلا ولا امرا حتى نستمر بيجي شروحات البوبجي. اخوان، عندنا اول طريقة نجي هنا، نجي على المتجر. ليش نروح على المتجر؟ لان عندنا كم خطوات لازم نطبقهم. الخطوة الاولى شني؟ نجي هنا على الموصى به مثل ما تشوفون، بعدين وين نروح جوا على اليسار، بعدين على ثاني واحد. هذا ثاني واحد. شباب الصندوق المميز انت لازم يوميا تجمع لك واحد او اثنين هيجي. شايفين هذا مكتوب مجاني؟ هذا نفتحه. عاد نحن بحظنا ايش راح يطلع لنا؟ لو يطلع عملات تجي، لو يطلع خسائر مال الصندوق. هيا عند تشوفون. خلينا نشوف حظنا ايش راح يطلع. خلينا نشوف. مثل ما تشوفون طلع لي عملات تجي. هذا الخطوة الأولى كان. الخطوة الثانية شني؟ هسه راح نشوف. اخوان نروح على الاستيراد، بعدين جوا على اليسار. شايفين هذه العملات البي بي؟ نجي هنا. هذه العملات السيلفر لازم نحصل عليه. ليش؟ لأن نبيع العملات السيلفر ونروح نغيره، نسوي استيراد، نحصل على صندوق المميز. بس هذه الطريقة هم باليوم مرة واحد. هسه سوينا استيراد، هسه ايش راح نسوي؟ راح نروح على الكنوز. هين هذا مكتوب الكنوز. نجي هنا نروح جوا. شباب ده قال لي مرت الأخ حتى نتأكد. هذا هو. نروح جوا. هيا عاد لما نجي هنا هنا نقدر نحصل على 5 قسائم، يعني ال5 قسائم يصير صندوق واحد. تمام عيني؟ بس اخوان مثل ما قلت هنا همين مرة واحد باليوم، يعني باليوم نحصل على صندوق واحد. هنا عاد هنا لما نشتري 5 قسائم، ال5 قسائم باش قد نشتري؟ يروح لنا 100 من العملات السيلفر. إذا عندك عملات السيلفر كثير لا تروح تصرف وتروح تشتري ملابس مع شغلات ما يفيدك، بس صناديق اشتري بغير شغلات كل شيء ما يفيدك. شوف هسه عملات السيلفر يعني حتى اقدر ابدل واسوي قصايم مال كلاسيك مثل ما تشوفون. تمام عيني؟ هسه ايش باقي؟ راح نروح على الانجازات. عندنا مهم نكمل ونحصل على 10 صندوق المميز. بس اخوان تو ذكر عندنا اخر طريقة، هنا هم نقدر نحصل على الصندوق المميز. شوف انا وين مؤشر اللي عندك هذول العملات، هذول العملات هم تقدر تشتري بيه. هيا مثل ما تشوفون هنا ايش قد نحصل؟ نقدر نحصل على 10 قسائم. هنا وال10 قسائم راح يصير صندوقين. تمام يعني هسه ايش باقي؟ باقي شلون نحصل على 10 صناديق المميز. هسه راح اقول لكم شلون. شباب نيجي على الانجازات. شايفين هذه الانجازات؟ نيجي هنا. هنا ايش عندك انجازات؟ كله هنا راح يطلع، يعني اللي مكمله واللي ما مكمله راح يطلع. هنا شايفين هذا؟ هذا هو. نكمل هذا ونحصل على 10 صناديق المميز. شوف هسه هنا ايش مكتوب؟ مكتوب اقتل 2000 من الاعداء باستخدام بنادق الرشاش، يعني لازم اقتل 2000 من العدو حتى حاصل على 10 صناديق. شوف هسه اني ايش قد شاتل 1999، يعني باقي لاعب واحد اقتله وراح احصل عليه. طبعا اخوان اللي ما يعرف شنو بنادق الرشاش، شايفين هذول المؤشر عليه؟ هذول كله بنادق الرشاش. تمام عيني؟ هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اروح ادخل على المباراة، اقتل لي لاعب واحد او بود بالسلاح الرشاش. ايش يكمل هالمهمة لو ما يكمل؟ فانت لازم وين تروح على الانجازات، لازم تروح الدحك. ايش قد شاتل؟ اذا كنت شتلت 2000 لاعب بالسلاح الرشاش معناته هذا الانجاز انت مكمله من قبل، بس اذا باقي لك شوي كمله حتى تحصل عليه. ثاني شتلت 2 بدل واحد. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح افجر نفسي واطلع من المباراة. ايش هالانجاز كمل يميل وما كمل؟ خلينا نرجع على اللوبي ونروح نشوف نتأكد. خلينا نشوف. هيا شايفين هالنقطة أحمر؟ هيا نروح هنا. هيا هالإنجاز تشوفون. هسه أني كملت هالإنجاز وحصلت على 10 صناديق مميز بشكل مجاني، بس مثل ما قلت كمل هالإنجاز. بس اخوان وصلتوا لي هنا لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة ثمينة، وإذا عندكم أي سؤال اكتب لي بالتعليقات. تمام عيني؟ ووصلنا إلى نهاية الشرح. طبعا إذا استفادت من الشرح صلي على النبي، اكتب لي بالتعليقات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تنسى لايك واشتراك بالقناة ليصلك كل ما لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.